طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على الفوكال لينس وتأثيره على الانجل اوف فيو او زاوية الرؤية، خاطر نعرف نشوف المشهد قدامنا. الفوكال لينس او الطول البؤري بتاع العدسة زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، هو المقصود بيه المسافة ما بين المركز البصري بتاع العدسة او الاوبتيكال سنتر بتاع العدسة وما بين السنسور. كل عدسة احنا بنستعملها بيبقى ليها الفوكال لينس الخاص بيها. في بعض الأحيان بيبقى في عدسات بيبقى ليها أكتر من فوكال لينس. الفوكال لينس ده بيبقى الرقم بيبقى رقم مكتوب على العدسة، ونقدر نشوفه على الجسم بتاع العدسة عشان خاطر نعرف الفوكال لينس بتاع العدسة دي قد ايه. في مثلا العدسة اللي قدامنا دي، دي الفوكال لينس بتاعها من أول 18 لغاية 55 مللي. في عدسات تانية بيقولوا عليها الزوم لينس، اللي هي بيبقى الفوكال لينس بتاعها يعني من أول 70 مللي. ده بيفرق في إيه معايا الفوكال لينس؟ دلوقتي الصورة دي، أنا مثلا كان معايا كاميرا ومعايا أكتر من عدسة، كل عدسة منهم وبيبقى ليها زاوية الرؤية الخاصة بيها. يعني مثلا لو أنا استعملت العدسة اللي هي 18 مللي، هلاقي إن زاوية الانجل اوف فيو بتاعتها او زاويه الرؤيه بتاعتها واخده المشهد كله بالكامل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وبالفعل يعني انا لما استعملت كاميرا ومعاها العدسه 18 مللي صورت الصوره اللي انتوا شايفينها دي. طيب لو انا عاوز يعني اختار او ازوم او اشوف الجزء ده كده، استعمل عدسه الفوكال لينس بتاعها اعلى شويه، لان كل ما بزود الفوكال لينس كل ما بيبقى فيه زوم اكتر وكل ما مجال الرؤيه بيبقى ضيق عندي اكتر، فاقدر ان انا اشوف مسافات بعيده او اشوف اجسام على مسافات ابعد. لو انا استعملت العدسه اللي هي 150 مللي فهقدر انا اشوف الكادر اللي قدامي ده اللي ما بين العلامتين او ما بين الخطين اللي لونهم احمر ده. فساعتها كل الجزء اللي ما بين الخطين الاحمر دول هيبقى هما اللي موجودين في الصوره عندي بالكامل. زي مثلا الصورة دي، هنرجع عليها الصورة دي دلوقتي، يعني مفيش مثلثات والمستطيلات اللي موجودة دي يعني هنشرحها كمان شوية، بس أنا بضرب هنا مثال إن لو استعملت العدسة اللي هي 150 مللي هدخل الكادر ده كله بالكامل عندي في الصورة فيظهر عندي بالمظهر اللي احنا شايفينه ده. يعني شايفين الفرق ما بين الصورة دي وما بين الصورة دي؟ يعني هما متاخدين في نفس التوقيت بس بعدستين مختلفين. العدسه الاولانيه اللي هي 18 مللي خدت المشهد الكامل ده، لكن لما استعملت العدسه اللي هي 150 مللي خدت بس الجزء ده وكبرته فبقت كونت الصوره اللي موجوده عندي دي. طيب لو استعملت بقى عدسه الفوكال لينس بتاعها اعلى واعلى زي ال 600 مللي، هلاقي ان الكادر عندي هيضيق جدا، هيبقى ضيق اكتر بكتير، وهيزوم عندي بصوره كبيره جدا جدا لدرجه ان ممكن القبه بتاعه المسجد دي هي اللي تبقى موجوده في الصوره بالكامل. او مثلا القمر زي ما هو ظاهر عندنا كده في الصوره، هو هنا طبعا صغير جدا لان انا بستعمل عدسه وايد انجل، او العدسه اللي هي 18 مللي بنقول عليها انها وايد انجل. القمر ظاهر عندي كتير جدا، لكن لو استعملت العدسه اللي هي 600 مللي تلاقي ان حجم القمر زاد جدا عندي. طبعا يعني دي يعني هو مش نفس الحجم بالظبط، طبعا انا عامل كروب للصوره بس عشان خاطر اوضح قد ايه الحجم بتاع القمر ممكن يكبر جدا عندي لو استعملت العدسه اللي هي الزوم ال 600 مللي. ده بالنسبه للفوكال لينس وتاثيره على الانجل اوف فيو او الزاويه بتاعه الرؤيه. بس انا عاوز هنا يعني اميز شويه ما بين حاجه اسمها الانجل اوف فيو والفيلد اوف فيو. الاثنين يعني معناهم واحد بس هما في الحقيقه مختلفين. الانجل اوف فيو ده المقصود بيها هو الزاويه اللي بتشوفها العدسه، ودي حاجه خاصه بالعدسه ما بتتغيرش. تخيل مثلا ان انا واقف في مكان ولفيت حوالين نفسي يعني لفه كامله او دايره كامله، فكده انا كاني لفيت حوالي 360 درجه. العدسه اللي انا بستعملها بتشوف عدد معين من الدرجات في الدايره الكامله دي، وليكن مثلا هنتكلم هنا عن العدسه 18 مللي، هتشوف حوالي يعني 70 درجه من الدايره الكامله اللي انا بلفها حوالين نفسي. كده بقول ان العدسه ال 18 مللي الانجل اوف فيو بتاعتها حوالي 70 درجه.
طيب لو بالنسبة للعدسة ال 150 مللي، لا هتشوف يعني عدد درجات أقل، وليكن مثلا حوالي 40 درجة. العدسة ال 600 مللي لا هتشوف أقل أكتر وأكتر، هتشوف مثلا حوالي 5 درجات بس. فده اللي هو معنى الأنجل أوف فيو. طيب إيه هو الفيلد أوف فيو؟ لا الفيلد أوف فيو بقى هو يعتبر كده كومباينيشن ما بين العدسة وما بين الكاميرا اللي أنا بستعملها. بمعنى لو أنا جيت يعني شفت الصورة دي دلوقتي، في كاميرا اسمها كروب سنسور وفي كاميرا تانية اسمها الفول فريم. ايه الفرق ما بين الكروب سنسور والفول فريم؟ الكاميرا الفول فريم دي المقصود بها ان السنسور بتاعها مساحته حوالي 35 مللي في 26 مللي على ما اتذكر يعني. ودي المقصود بها ان السنسور بتاعها يعني بيكافئ حجم السنسور اللي كنا بنستعمله زمان في الكاميرات بتاعت زمان، اللي هي كان بيتحط فيها الفيلم اللي هو النيجاتيف والحاجات دي. كان الحجم بتاع السنسور بتاع الكاميرا حوالي 35 مللي. في الكاميرات اللي بتنزل دلوقتي فيها برضو نفس السنسور ده او بنفس الحجم ده، فبنقول عليها انها فول فريم كاميرا. كاميرات تانية اسمها الكروب سنسور كاميرا، ودي من اسمها معناه ان انا استعملت سنسور او مساحته اقل شويه من الفول فريم. يعني بدل ما هو 36 مللي لا هو بقى مثلا 24 مللي 20 مللي. وبناء عليه طبعا الزاويه او المساحه اللي هو بيغطيها اثناء التصوير اكيد طبعا هتبقى اقل من الرؤيه او المجال الرؤيه اللي بيشوفه الفول فريم.